السلام عليكم متابعي قناتي، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. اللي غنوريكم هذه الماكينه الطحانه ديال التوابل. نجرب معكم كيفاش كتخدم وكيفاش واش كطحن مزيان ولا غير اشاعه. هذه هي اللي خديت من بيم، راه شاركتها معكم البارح. لا مارك دوتشمان، وفيها وكتخدم بسرعه 1200 واط، وفيها 150 غرام. هذه كطحن العطريه، ولكن من الاحسن الانسان ما يطحنش فيها العطريه، لانها واحد السيده خسرات ليها، انا كنت شفتها طحنت فيها الخرقوم ماشي سكنجبال، الخرقوم الصفر. دونك من الاحسن بنادم يطحن داكشي ديال السفوف ومثلا الكمون وهذا. المهم انا شريتها لكم لانني صراحه ما كنتش ناويه نشريها، ولكن شريتها لانني كنحتاج شي حوايج نستعملهم بحال زريعه الكتان، بحال القزبر حبوب، بحال الحلبه، بحال الخروب. هادو كنديهم حتى لعند مول هذا وكنطحنهم. قلت علاش ما نشريهاش. كتجي معاها هاد الشويته هادي، مع هاد الشويته وهاد اللي كتصفر هادي طحانه اخرى. كتجي معاها حتى واحد الورقه، تجي معاها حتى هاد الورقه هادي مكتوبه بالعربيه، مكتوبه بالعربيه بريف لونجلي. المهم هنا كيشرحوا كيفاش كتستعمل وداكشي. الانسان راه يقراها شويه. البنات كتبان كبيره، راه ما كبيرهاش. انا دابا كنشوفها مباشره والكاميرا بانت لي في الكاميرا كبيره، راه ما كبيرهاش. نقول لكم هانتوما فيها هانتوما جوج شبوره ولا صغيره، راه ما كبيرهاش. دونك غادي نجرب معاكم. هنايا درت هذا الخليط ديال الجلبانه، هو الجلبانه والفول والروز. نتمنى يكون كيبان لكم. ومن بعد غادي نطحن هاد شويه القزبر، هو اللي بقى عندي، هذا كنديرو مع الحلبه والخروب. لولدي عنده السكري نوع اول، غنجي وليداتكم كاملين البنات، صعيب الحال. المهم نبداو على بركه الله. غادي نحلها. كنحلوها من هذا كندورو. نمسح هذه لان محتاجه هذه تكون نقيه. بالنسبه للقزبر حبوب نتوما شوفوا هذه كتشعل، هذه وحده كتشعل وحده ما كتشعلش. انا دابا طحنت غير شويه، هما دايرين مده الطحن ما تفوتش 5 ديال الدقائق ولا 5 ديال الثواني، ما عرفت. هي كتبين 5 مينوت، هي نتمنى تكون كتبان لكم. هي 5. ونشوف.
ولا داير بحال حليب غبره. دابا جبانه ورز واه صح هي هذا ونطحن ندير شويه القزبر اللي بقى ليا. راه من داخل ديال الانوس صراحه زوينه. الناس اللي يحتاجوها اللي ما محتاجينهاش زعما سي با لا بين. السفوف راه بنادم يمشي يطحنهم في عندهم العطار. انا عندي بس طحنتهم عند العطار. انا بغيت مشيتش على السفوف. انا شريتها حيت كنطحن لولدي زرعيه الكتان جلجلان داكشي كنبغي تقريبا يوميا. كندير ليه خبيزات العدس حبوب. نسيت ما درتش لكم العدس. المهم زوينه. بعدا البنات غنكمل ندير لكم واحد الفيديو على المنتوجات ديال الفيم، شنو اللي مزيانه وشنو اللي ماشي مزيانه، باش هكذا الانسان يستافد. اللي حتى انا هاد الطحانه هادي شفت شحال من فيديو بغيت نشوف ديال الطحانات فيم الساعه ما لقيتش. كنلقى غير لا مارك داماي كلشي كيشكرها، وهذه ماشي لا مارك داماي، هذه دوتشمان. غنوقف الفيديو باش ما يجيش طويل. اي دابا غندير هاد شويه القزبر حبوب، راه غير شويه ماشي بزاف حيت تقاد عليا. مزيان زعما ماشي بصح باش تشوف كتستعمل مزيان السيميه. ديما ما نحلوها البنات حتى نحيدو البريز. بسم الله. اي حاجه البنات اللي بغيتو تحافظوا عليها ما تجعلوش سواء مولينكس اي حاجه ما تجعلوش وصافي وتخليو طحنوا طحن مقطع باش تحافظوا عليها. لا مولينكس لا باتور لا اي حاجه. نحلوها دابا. هذا الصوت مجهد، غادي نحيد لكم الصوت ديالها. هذا شويه هاد شويه مازال. نرجعها تنطحنهم باش ما نديرش لكم الصداع. دابا صافي البنات هانتوما تطحن صافي. غادي نحيدو ونمسحها ونرجعها لشي بلاصه امنه، ما تخليوهاش حدا الدراري ولا شي حاجه، وتمسح بشي حاجه اللي ناشفه، شي فوطه ناشفه ولا شي حاجه. يلا نتمنى يفيدكم هذا الفيديو هذا، وشكرا لاي واحد خلى لي لايك.